السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنصور مع بعض حلقة جديدة من برنامج Story of Analysis او حكايات في التحاليل الطبية. هنتكلم النهاردة عن الامراض اللي هتسببها بكتيريا الستريبتوكوكس بايوجينز. هنتكلم النهاردة عن الروماتيك فيفر بالتفصيل الممل، وكمان هنعرف ليه الستريبتوكوكس بايوجينز اتسمت ببكتيريا آكلة لحوم البشر. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا ومليانة معلومات ودسمة، فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة، وحضر كشكولك وقلمك واكتب كل كلمة هتسمعها. بس قبل ما ندخل في حلقة النهاردة، لو انت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معاكم كابتن أناليسيز، يلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. بعد ما حصلت الإصابة ببكتيريا الستريبتوكوكس بايوجينز نتيجة للفيريولانس فاكتور الكتير اللي موجودة عند البكتيريا دي، بدأ يظهر عندي أمراض كتيرة جدا. وعشان كده قسمنا الأمراض لنوعين: localized infection و invasive infection. تعال نتكلم عن اللوكالايزد infection. أول حاجة عندي وهي الفرنجايتس. خلي بالك إن الستريبتوكوكس بايوجينز بتحب قوي تعمل التهاب في الحلق. جميل. طيب، بعض الناس هتقول تونسلايتس، تعبير صح، بس مين الاشمل والادق؟ قال لك هو الفرنجايتس. ليه؟ كلمة تونسلايتس معناها التهاب في اللوستين. طب هو مش انا ممكن اعمل استئصال للوستين دول ويظهر عندي التهاب في الحلق؟ قال لك وعشان كده انا بقول فرنجايتس عشان مفيش انسان يقدر يشيل الحلق بتاعه كله او يستأصله. لما حصل عندي فرنجايتس هتظهر بعض الامراض او بعض الاعراض زي الفيفر والريدنس والسويلنج، هتلاقي في انتفاخ عند منطقة الزور. بعد كده يحصل مضاعفة عندي بنسميها سكارلت فيفر او الحمى القرمزية، وهنا بتحصل بعد الاصابة بالتهاب الحلق. بكتيريا الستريبتوكوكس بايوجينز هتفرز ليا التوكسين A، سم من النوع A، وده هيسبب ليا ريد سكين راش، وكمان هيخلي لسان المريض شبه الفراولاية، عشان كده بنقول انه بيعمل ستروبري تونج. جميل، نكمل مع بعض. تاني حاجة عندي وهي الانفيزيف انفكشن. أول حاجة فيها حمى النفاس. بعد الست ما تولد أو يحصل عندها إجهاض يجيلها حمى سخونية، بتكون نتيجة للإصابة بالستريبتوكوكس بايوجينز. جميل. مش كده وبس، البكتيريا دي هتعمل لي اكيوت كاردايتس، هتعمل لي التهاب حاد في القلب. سواء القلب سليم عندي او في مشكله او مركب صمامات، البكتيريا دي هتدخل وتعمل دامج هارت فالف، هتعمل تدمير لصمامات القلب. البكتيريا مش هتكتفي بكده بس، ده قالت لك ده انا هاكل لحوم البشر، فليش ايتنج بكتيريا. يخرب بيتك، بتعملي ايه؟ قالت لك بتعمل نيكروتايزنج فاشياتيز. يعني ايه؟ هتطلع لي توكسين اسمه توكسين بي. التوكسين بي ده بيكون ليه بروتينيز اكتيفيتي، بيكون ليه القدرة على هضم البروتينات، وبالتالي هتاكل البروتينات اللي في جسم الانسان. الصورة اللي قدامك دي بتوضح لك احنا ليه سميناها ببكتيريا آكلة لحوم البشر. كمان هتعمل لي توكسيك شوك سيندروم، وهتلاقي المريض عنده الأعراض دي: هايلي فيفر، سخونية عالية جدا، هايبوتنشن، رينال فيلير، مالتي اورجانز فيلير، وكمان سكين راش. يخرب بيت سنينك، كل دي أمراض. هو انت فاكرة اللي انت لما تعملي فيا كده انا هسكت عليكي؟ قالت لك طب وريني بقى يا شاطر هتعمل ايه في اللي جاي، مضاعفات ما بعد الاصابه ببكتيريا الستريبتوكوكس بايوجينز. رحت ساكت وقلت لها وريني هتعملي ايه. قالت لك هعمل لك مضاعفات ما بعد الاصابه زي الاكيوت ريماتيك فيفر، الحمى الروماتيزميه الحاده، وزي الاكيوت جلوميرونفرايتس، التهابات في الكليه. تعال ناخد الاكيوت روماتيك فيفر. بص، مش احنا شرحنا الحلقه اللي فاتت وقلنا ان الستريبتوكوكس بايوجينز في تكوينها الام بروتين؟ لما بيحصل عندي اصابه بالبكتيريا الام بروتين ده بيبدا يظهر عندي وبيكون انتيجينيك. يعني ايه كلمه انتيجينيك؟ يعني ليه القدره على اثاره جهاز المناعه عشان يطلع ليه انتي بودي، وهيطلع ليه انتي بودي كتيره جدا.
عشان تتخلص من الام بروتين. جميل جدا. الانتي بودي دي وهي سيركيوليتد في الدم هتروح على الهارت، هتروح على القلب. هتلاقي شيء غريب جدا، ان الهارت بتاعي القلب داخل في تكوين بروتين بيكون نفس تكوين الام بروتين. وهنا الانتي بودي يبدأ اللي يحصل له زي صدمة كده. طب دي ستريبتوكوكس بايوجينز، طب واللي في القلب ستريبتوكوكس بايوجينز ولا تكوين القلب نفسه؟ فلما ما يقدرش يفرق ما بينهم يبدأ الانتي بودي يضرب في الستريبتوكوكس بايوجينز ويضرب في القلب، فيبدأ يحصل عندي كروس رياكشن والجسم يبدأ يهاجم نفسه. وعشان كده قلنا ان الريماتيك فيفر واحدة من ضمن الأوتو إميون ديزيز الأمراض المناعية. بتحصل الروماتيك فيفر في كل الأعمار، ولكن في الغالب بتكون من عمر 4 سنين ل 30 سنة. كفاية عليك يا بكتيريا كده، ارحميني. قالت لك مش هرحمك، اتفرج على اللي جاي. هتعملي ايه تاني؟ حرام عليكي. قالت لك هعمل لك اكيوت جلوميرونيفرايتس، هعمل لك التهاب حاد في كبيبات الكلية. ركز معايا بقى وافهم الحتة دي كويس قوي. لما حصل إصابة عندي بالبكتيريا والأنتيجين ظهر عندي، جهاز المناعة بدأ يطلع أنتي بودي بكمية كبيرة جدا ضد الأنتيجين. فالأنتي بودي هيمسك مع الأنتيجين ويحصل عندي أنتيجين أنتي بودي كومبلكس. جميل؟ طيب هنا كمية الأنتيجين قلت نتيجة لوجود الأنتي بودي، وظهر عندي أنتي بودي كتيرة جدا. ركز معايا في النقطة دي وافهمها كويس. أنا عندي نظرية اسمها الزون فينومينا. تمام؟ نظرية الزون دي بتوصف النسبة بين الأنتي بودي والأنتيجين. فعندي 3 احتمالات. الاحتمال الأول إن الأنتي بوديز يكون ايكوال مع الأنتيجين، يكون نفس الكمية، وهنا بيحصل عندي نيوتراليزيشن. جميل، وبيتكون عندي كومبلكس كبير نتيجة من النيوتراليزيشن اللي حصل. حلو الكلام. قال لك في احتمالين تانيين. اول احتمال increase the antibody و decrease the antigen، والاحتمال التاني increase the antigen و decrease the antibody. طب ايه اللي هيحصل هنا عندي؟ قال لك هيتكون عندك small immune complex. طيب فين المشكلة؟ قال لك السمول اميون كومبلكس دوت بيكون soluble immune complex. طيب فين المشكلة برضو؟ قال لك مشكلته بقى ان دوت بيروح يترسب في اماكن مختلفة، والمكان اللي هيترسب فيه هيعمل لي فيه التهاب ويعمل لي فيه مشكلة. فتلاقي المريض بيشتكي ان مفاصله بتوجعه. طب هو ايه اللي حصل؟ قال لك الانتي بودي راح يترسب في الجوينت وعمل فيه التهاب في المفاصل. تلاقي المريض بيحصل له راش على الجلد بتاعه نتيجة لوجود الانتي بودي. مش كده وكمان، ده الانتي بودي هيروح يترسب في الكلية ويحصل عندي acute glomerulonephritis، التهاب حاد في كبيبات الكلية. دي كل الامراض اللي عملتها الستريبتوكوكس بايوجينز والمضاعفات بتاعتها. اتمنى حلقة النهارده تكون مفيدة. الحلقة دي انت محتاج تشوفها مرة واثنين وثلاثة عشان تفهمها، واعملها على شكل اسكيما عشان تكون بسيطة بالنسبة لك. الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم فيها عن التحاليل المعملية اللي بنشخص بيها بكتيريا الستريبتوكوكس بايوجينز. اتمنى حلقة النهارده تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن أناليس.